السلام عليكم. في سلسلة عاملها الدكتور عبد الله الرشدي وبيتكلم فيها عن أدعياء التصوف، وجايب فيها شوية الخزعبلات اللي بيفضلوا يقولوها الصوفية ويقولوا إنها كرامات ومطلعين الأولياء عندهم إنهم أعلى من النبي وأقطاب وكلام كده ملوش أي لازمة. المهم حصل هجوم كبير قوي على الدكتور عبد الله الرشدي بسبب الفيديوهات دي، فراح منزل فيديو اسمه مجاملة الوهابية، يعني بيرد على الناس اللي بتقول إنه بيجامل الوهابية في السلسلة اللي هو عاملها بتاعة أدعياء التصوف. بس في كام نقطة كده كنت حابب أعلق عليهم في الفيديو بتاع الدكتور عبد الله الرشدي. مش ده اللي احنا قعدنا فترة من الزمان، ردحة من الزمان، نقول لا أصل الوهابية متشددين. ليه يا مولانا متشددين؟ أصلهم يأخذون بمذهب واحد أو يجعلون المسألة المختلف فيها خلافا سائغا على قول واحد ويطرحون ما عدا ذلك من الأقوال. أول حاجة بس إيه موضوع الوهابية اللي الناس عمالة ترميه على السلفيين؟ كلمة الوهابية الناس بتقولها على الناس اللي بتتبع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ومن قبله الإمام ابن تيمية، ومن قبله السلف الصالح اللي هم الصحابة والتابعين. بس ليه بقى علقت معاكم وهابية نسبة للإمام محمد بن عبد الوهاب؟ طب ليه مثلا ما قلتوش تيميين ولا ما قلتوش سلفيين حتى؟ لأنه مش هيقدر يطعن في منهج السلف الصالح، لكن يقدر يجيب حد من المتأخرين متبع لمنهج السلف ويبدأ يطعن فيه على أساس إن الناس دول بيتبعوه، هو ما بيتبعوش كلام السلف الصالح. بس سؤال بسيط هنا، يا ترى الإمام محمد بن عبد الوهاب جايب كلامه منين؟ جايب كلامه من قرآن وسنة وكلام الصحابة وكلام التابعين والأئمة المعتبرين، يعني مش جايب كلام من عنده. مع ان الإمام محمد بن عبد الوهاب زيه زي أي عالم من علماء المسلمين يصيب ويخطئ، وجه في وقت كان منتشر فيه بعض العادات والشركيات اللي كانت بتحصل، فبدأ يرجع الناس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لعهد الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين. أنا بالنسبة لي أغلب اللي بيقول وهابية أنا أعتقد إنه ما يعرفش مين هو الإمام محمد بن عبد الوهاب اصلا ولا قصته ايه، بس هو بيرمي اي كلام وخلاص. ونقطة تانية بقى، ومعرفش ازاي الدكتور عبد الله رشدي ما خدش باله منها، مين قال لحضرتك او مين وصل لك ان السلفيين بياخدوا برأي واحد بس او بيلزموا الناس برأي واحد بس في مسألة فيها خلاف سائغ؟ ومعلومة بسيطة بس، الخلاف السائغ ده بيكون في المسائل التي لم يرد فيها دليل صريح من القرآن والسنة، او ورد دليل في السنة لكن مختلف في صحته، او ورد دليل ليس صريحا في الدلالة على الحكم ولكن يكون محتملا، او ورد نصوص متعارضة في الظاهر. وده باختصار كده الخلاف السائغ اللي مفيش عالم اكبر حد من الناس وهو بيفتيه انه ياخد بالرأي واحد في مسألة فيها خلاف سائغ، او انكر على التاني اللي اخد بالرأي التاني. النوع الثاني من انواع الخلاف فهو الخلاف في مسائل الاجتهاد، في مسائل الفروع، في مسائل الاحكام، وهذا مستساغ ومقبول، ولا يجوز على الإطلاق أن ينكر فيه على المخالف. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ونقطة كمان، الدكتور عبد الله طلع وقال انهم كانوا بيقولوا ان السلفيين عندهم جمود وعايزين يكمموا افواه الناس. فاللي انا بعمله ده من شأنه ان انت توسع افاقك وتدرك ان في مسائل لا تستوجب ان تختلف مع اخوانك، ولا تستوجب ان تحاربهم، ولا تستوجب ان تقاتلهم. المسائل دي تعدي تمشي، لكن هي اصلها مش لوي دراع وبلطجة، لا، ما انت كده بتفكر بعقلية وهابية بحتة لا تتقبل الاخر نهائيا. مع احترامي الكامل للدكتور عبد الله، لكن اللي اتقال ده غير الواقع تماما. مش معنى التزامي بالقرآن والسنة بفهم السلف الصالح اللي هم الصحابة والتابعين واتباع التابعين والائمة المعتبرين كمان، مش معنى كده ان انا عندي جمود، لا، اسمها عندي اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية انا بحب الدكتور عبد الله رشدي وبتمنى له وبدعي له بالتوفيق، لكن لما يخطئ الدكتور عبد الله رشدي حقه علي انا كمسلم لازم اوضح له الخطأ ده بكل ادب وبكل احترام. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا، بنورك أشرق الإيمان فينا.